اسمي أحمر للكاتب التركي أورهان باموق الحاصل على جائزة نوبل لسنة 2006. تعتبر الرواية من أشهر الروايات في تاريخ الأدب التركي. تدور أحداثها في عصر الدولة العثمانية في مدينة إسطنبول، وتتحدث أساسا عن فنون الزخرفة والنقش والصراع بين الفنانين والمدارس الفنية. العنوان يرمز إلى اللون الأحمر، وهو اللون الأكثر استخداما في الرسم الإسلامي. تدور أحداث الرواية حول لغز مقتل النقاش ظريف، لكنها تأخذنا إلى عالم مليء بالحكايات حول تاريخ النقش وحياة النقاشين والخلافات التي دارت بينهم. في الرواية الكل يتحدث وينطق: الشيطان والجثة والحاكم والتاجر والفنان والألوان والصور. حكايات صغيرة متصلة ببعضها بدقة وجمالية تحلق بك في عالم سحري مشوق فيه الوصف والإثارة والرومانسية. قراءة ممتعة.